خسروا مال قارون وسيخسرون مال هامان وآمون. خسروا كل شيء لأجلها حتى خسروا أنفسهم. كهنة معبد المرادية سخروا كل الجزائر لأجل هذه القضية، قضية الصحراء، وجعلوا سقف العطايا حد السماء. ما تركوا من الجزائر حجرا ولا حصن، قدموا ما فوق الأرض وما تحت الثرى، قربانا لدول ومنظمات برلمانيين ولوبيات في مختلف البقاع، حتى باتوا يعرفون بدبلوماسية الحقيبة، لا لشيء سوى لمعاكسة مصالح المغرب. فماذا استفادت الجزائر وشعبها اليوم؟ يخوض ثورة العطش، لا ماء ولا غذاء، وخيرات البلاد تبعثر هنا وهناك في قضية محسومة بعدالة التاريخ، حسمت لصالح صاحب الحق، والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه. فهل يعتنق كهنة المعبد دين الحق ويعلنون إيمانهم، أم سيرتدون كما ارتد آباؤهم من قبل وينقضون العهد ويكفرون بما أجمع عليه العالم من أن الصحراء مغربية، فيتردون بكفرهم في الدركات؟ قوى عظمى ودول من مختلف القارات تخطب ود المغرب، تعود لجادة الصواب وتعترف بمغربية الصحراء. الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، بريطانيا وغيرها من الدول الأفريقية والأوروبية، إلا هم يرون في المغرب العدو وهم أعداء أنفسهم. لا الاتحاد المغاربي قام ولا مصلحة الشعوب ذات أولوية، فهم أعداء أنفسهم، أفلا يعقلون؟ جوار ملتهب وعلاقات دبلوماسية مقطوعة. سحب السفراء بات مرهونا ليس بالمس بسيادتها وشؤونها الداخلية، وإنما بتلك القضية التي جعلت منها عقيدتها وركائز دبلوماسيتها، وهي التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع المفتعل. الفعل وردات الفعل منها تعكس أنها الطرف الرئيسي والمحرك لكل ما من شأنه تعطيل الحل بالمال، بالقوة، بالغالي والنفيس. ما من شيء أهم من إطالة أمد النزاع، وكأن من بالمرادية وحولها فقد البصر والبصيرة، والحق أنه نظام شاخ فتعطلت بوصلته.